السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بصحة جيدة وبتمنى تشتركوا معانا عشان نقدم محتوى أحسن. يتجه المغرب وإسبانيا للاتفاق بشكل نهائي على إنجاز مشروع الربط القاري عبر مضيق جبل طارق باختيار إنشاء جسر يربط بين المغرب وإسبانيا بدال إنجاز نفق تحت الماء الذي يبدو أنه أكثر تعقيداً وصعوبة من إنجاز الجسر. وكشفت عن هذا المعطى وزيرة النقل الإسبانية راكيل سانشيز التي تحدثت أول أمس السبت حول هذا المشروع، وقالت في حوار للصحافة الإسبانية بأن بعد عدة اعتبارات يتبين أن إنجاز الجسر أكثر معقولين من النفق، مشيرة إلى أن الجسر أيضا سيأخذ استثمارات ضخمة لإنجازه. واعتبرت المسؤولة الإسبانية أن الربط القاري بين إسبانيا والمغرب أصبح ضرورة مهمة من أجل الرفع من الروابط الأوروبية الأفريقية في العديد من المجالات من أبرزها التجارة، مشيرة إلى أن المغرب يعتبر أيضا الشريك التجاري الأول لإسبانيا، وبالتالي فإن هذا المشروع سيساهم في زيادة العلاقات التجارية بين البلدين. وبتجدر الإشارة إلى أن مشروع الربط القاري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق عاد إلى الواجهة بقوة في الشهور الأخيرة، خاصة بعد تحسن العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد والاتفاق على خارطة طريق جديدة بين البلدين أساسها الاحترام المتبادل والرفع من العلاقات الثنائية في مجالات عديدة كالاقتصاد والتجارة. كما اتفق البلدان عقب الاجتماع رفيع المستوى الذي جمع الحكومة الإسبانية بنظيرتها المغربية بين 1 و2 فبراير الماضي في العاصمة الرباط على استئناف المفاوضات بين اللجنة المغربية الإسبانية المشتركة شأن بحث تطورات مشروع الربط القاري والدفع بعجلة تحقيق المشروع إلى الأمام بوتيرة أسرع.